الأخ خالد في المجلس والأخوان معاه. ألف حمد وشكر على المستوى الطيب اللي قدموه رجال الأزرق، واثبتوا أنهم رجال في هذه البطولة، قدروا يتصدرون المجموعة. هذه خطوة خلصت إن شاء الله، أمامنا خطوتين في قبل النهائي، وإن شاء الله إذا تعديناها في خطوة ثالثة للنهائي إن شاء الله. نتمنى التوفيق من شباب الأزرق، نتمنى إن شاء الله يقدمون نفس اللي قدموه في المرحلة الأولى. السؤال، هل أنتم اليوم واجهتوا ند قوي أم واجهتوا ند مسلم بالمباراة، لأنه خلاص خرج يعني من المباراة السابقة؟ والله شوف، أنا المباراة هذه أنا عندي أفضل مباراة قدمها المنتخب اليمني، كان مسيطر في معظم أوقات المباراة على الكورة، كان مستحوذ على الكورة، لكن ما حالف الحظ. الحمد لله على كل حال، نقول مبروك الأزرق، مبروك المنتخب السعودي. هذا المنتخب القطري يظل المنتخب القطري منتخب كبير، وقدم أداء طيب في المجموعة هذه، ولكن هذه حال كرة القدم، فوز وخسارة، نقول لهم هارد لكم. من تتمنى تواجه في الدور المقبل، دور نصف النهائي؟ والله شوف، انا ما انظر لاي فريق من الفريق اللي راح اقابله، ولا انا انظر لفريقي. انا شنو راح اقدم. اذا ان شاء الله الازرق قدم نفس اللي قدمه في المرحله الاولى، ان شاء الله انه راح يجتاز وراح يوصل المرحله النهائيه. توفيق يا كابتن مساعد، وان شاء الله لكم حظ جميل في هذه البطولة. الله يسمع منك ان شاء الله، وقول حق خالد جاسم يخفون هواش بالمجلس، احنا مستمتعين فيكم من غير مشاكل، من غير هواش، فيخفون شوي. حالاته بالهواش. الله يوفقهم ان شاء الله اجمعين، احنا نمزح معاهم بس، والله متعينا، ويعني ما شاء الله برنامج حلو مستمتعين فيه في كاس الخليج. يعني تسهرون انتم؟ ها يعني عاد انت لا تدقق. حبيبي موفقين ان شاء الله، خير موفقين. الله يهينك كابتن مساعد، مشكور. اذا مبروك للمنتخب الكويتي. خالد تفضل، عندك الكلمة.